لو انت بتسأل هل الكورسات هتزود فرص قبولك في المنح الدراسية ولا لأ، او لو انت عايز تاخد كورسات مجانية في اي مجال وكمان بشهادات معتمدة وموثوقة في العالم كله، يبقى الفيديو ده بتاعك. معاكم عبد الرحمن إبراهيم، والقناة بتاعتنا بتساعدك بكل الأسرار والنصائح علشان تزود فرص قبولك في المنح وتكون مختلف عن كل اللي بيقدموا معاك. المهم لو انت بتسأل هل الكورسات هتزود فرص قبولك في المنح ولا لأ، فهقولك طبعا أيوة، هتزود فرص قبولك جدا. وطبعا علشان أزيل الشك اللي جواك وأنا عايزك تكون شخص فاهم مش حافظ أي كلام وخلاص، عايزك تركز معايا. بص يا سيدي، انت هتقولي ليه الكورسات هتزود فرص قبولي في المنح الدراسية؟ هقولك بكل بساطة ان من اهم واول الشروط اللي بتساعدك تتقبل في اي منحة انت بتقدم عليها هي improve yourself، يعني طور من نفسك. وخد بالك انا قلت شرط اساسي، يعني انت تفهم من كده ان انت لازم تكون شخص مثقف وبتطور من نفسك على طول. ولو انت عايز تعرف اسرار واساسيات القبول في المنح، في سلسلة على القناة شرح كل المعلومات اللي هتساعدك تتقبل في المنح بسهولة، هسيبها لحضراتكم في اول تعليق وفي الوصف. المهم انت تفهم من كده ان الكورسات مهمة جدا وهتساعدك في القبول للمنح الدراسية. فانت هيدور في دماغك سؤال دلوقتي، وهو ايه الكورسات اللي المفروض اخدها علشان ازود فرص قبولي في المنح؟ هتقولي في كورسات معينة ولا اخد اي كورس وخلاص؟ هقولك السؤال ده هينقسم لنقطتين. اول نقطة، انت عارف انت عايز مجال ايه؟ يعني انت محدد التخصص اللي انت هتدرسه او هتاخد المنحة فيه، انت عارف انت هتدرس ايه من الاخر. تاني نقطة، انت مش عارف هتدرس ايه، لسه محددتش المجال اللي انت هتدرسه. بالنسبة لاول نقطة، انت عارف انت هتدرس ايه، طبعا دي مش محتاجة، لان الكورسات اللي انت هتاخدها هتكون في المجال بتاعك اللي انت عايز تدرسه. مثلا لو عايز تدرس برمجة، طبعا بقى ايا كان التخصص اللي انت هتدرسه ايه، فرونت اند، باك اند، بايثون، اي ايا كان بقى المجال اللي انت هتدرسه، طبعا هتاخد كورسات في البرمجة في المجال اللي انت عايز تدرسه وتتخصص فيه. طب لو انت عايز تدرس بيزنس مثلا، هتاخد كورسات في البيزنس. وباقي المجالات بقى على نفس الموضوع. طب لو انت مش عارف انت هتدرس ايه، يبقى الكورسات اللي هتاخدها واللي هتزود فرص قبولك في المنح هتكون كورسات تطوير الذات والشخصية. المفروض تاخد كورسات في السوفت سكيلز، المهارات الناعمة، او كورسات في الليدرشيب سكيلز، مهارات القيادة، مثلا كورسات في فن التفاوض، وهكذا بقى على نفس المنوال. وعلشان انا عايزك تكون فاهم، عموما اصلا الشهادات بتاعت كورسات تطوير الذات والشخصية هتساعدك في القبول وهتزود فرص قبولك جدا، ان كنت انت بقى عارف المجال او مش عارفه. لان كورسات تطوير الذات والشخصية بتحسن في حياتك دي مش في المنحة بس، لا، حياتك دي طول العمر. يعني الكورسات دي هتساعدك لو انت اتقبلت في المنحة. طب حتى لو انت ما اتقبلتش في المنحة فانت ما خسرتش حاجة، لا بل بالعكس طورت من نفسك، والمنفعة بتاعت الكورسات اللي انت خدتها هتساعدك في حياتك كتير. ففي كلتا الحالتين كورسات تطوير الذات والشخصية مهمة جدا، وانت المستفاد في الاخر. فانت هيدور في دماغك سؤال مهم جدا دلوقتي، وهو هل الكورسات اللي انا هاخدها هتكون باللغة الانجليزية ولا اللغة العربية؟ بص، هو يفضل، وخد بالك ان انا قلت يفضل مش لازم، يفضل ان كل الكورسات اللي انت هتاخدها هتكون باللغة الانجليزية ايا كانت المنحة اللي انت هتقدم عليها ايه. طب لو احنا بقى عايزين نجاوب على السؤال ده من وجهة نظر المنح، هيكون لو المنحة عربية فالكورسات اللي المفروض انت تاخدها هتكون باللغة العربية. طب لو المنحة انجليزية، يعني هتدرس باللغة الانجليزية، هتاخد طبعا كورسات باللغة الانجليزية. وما تنساش ان انا قلت لك انه يفضل الكورسات اللي انت هتاخدها تكون باللغة الانجليزية. بالنسبة لاخر محور معانا في الحلقة، وهو ازاي اقدر اخد كورسات في جميع المجالات وتكون مجانية وبشهادات معتمدة وموثوقة في العالم كله. لو انت بتسأل السؤال ده، عندي ليك مفاجأتين. اول حاجة انك تقدر تاخد اي كورس انت عايزه في اي مجال ومجانا تماما. ومش بس كده، لا، انت كمان هتاخد شهادة معتمدة في العالم كله بعد كل كورس هتاخده. ها، عندك فضول تعرف ازاي؟ بص يا سيدي، اغلب التطبيقات دلوقتي عاملين خاصية جنب اي كورس اسمها فاينانشال ايد. الخاصية دي بتساعدك تاخد اي كورس انت عايزه مجانا تماما، حتى لو الكورس ده بآلاف الدولارات.
فانت هتقولي ها اثرت فضولي فين التطبيقات دي؟ هقولك افضل 3 تطبيقات من وجهة نظري: كورسيرا ويوديمي واي دي اكس. دول اشهر تطبيقات عندهم الخاصية دي، وهتقدر تاخد اي كورس مجانا عليهم. ولو بتسألني ايه احسن تطبيق فيهم اخد من عليه كورسات، هقولك طبعا كورسيرا. وطبعا انت عارفني انا مقدرش اديلك المعلومة واسيبك لايص، علشان كده هسيب لحضراتكم كام فيديو في الوصف واول تعليق شارحين الطريقة اللي هتعرفك ازاي تقدر تاخد الكورسات دي مجانا. عقبال ببقى اعمل فيديوهات ان شاء الله تشرح الموضوع ده، هسيب لحضراتكم اللينكات في اول تعليق وفي الوصف. بالنسبة لتاني نقطة معانا هتساعدك تاخد كورسات مجانية وبشهادات معتمدة في جميع المجالات، وهي مجموعة على الواتس اسمها سكيلز اريا. المجموعة دي بينزل عليها كورسات كتيرة جدا في كل المجالات، من تطوير الذات والشخصية وبرمجة وتسويق وغيرها كتير جدا. ومش بس كده، لأ، الكورسات بتكون مجانا تماما وبشهادات معتمدة في العالم كله. الحق انضم في القناة علشان تستفاد وتحقق حلمك. وطبعا هسيب لحضراتكم لينك للشانل في اول تعليق وفي الوصف. وكمان في مجموعة على التليجرام بينزل عليها كورسات مجانية كتيرة هتساعد حضراتكم، هسيبها لحضراتكم في الوصف واول تعليق. وفي نقطة مهمة جدا لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها، ان كل المجموعات اللي على الواتس والتليجرام اللي انا بساعد حضراتكم بيها، المجموعات دي مش بتاعتي، ماليش اي علاقة بيها. كل ما في الموضوع ان المجموعات دي ظهرت قدامي وانا لقيت ان المجموعات دي فيها معلومات مفيدة جدا وكورسات بملايين في المجموعة دي ببلاش. فكل ما في الموضوع ان انا حبيت اساعد غيري، علشان كده بقول لحضراتكم على المجاميع دي وهسيب اللينكات في الوصف. فاللي المفروض تعرفوا ان المجاميع دي كلها انا ماليش علاقة بيها، دي مجموعات ظهرت قدامي وانا بساعد حضراتكم بيها وبس كده. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبولي في التعليقات. شوفوا حضراتكم عايزين الفيديو جاي عن ايه واكتبولي في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وسلام.